السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير واهلا ومرحبا بكم على شاشة قناة الصحة والجمال. احييكم وعلى الهواء مباشرة وحلقة جديدة وبرنامج والله زمان. الطفل بيقول لبابا، بيقول لباباه يعني، يقول له بابا انا عايز مليم. عايز ايه؟ مليم. يا ابني ده انا ما معيش مليم، ده انا ما معيش حتى السحتوت. طب يا بابا اديني نكلة. بقول لك انا ما معيش سحتوت تقول لي اديني نكلة؟ ايه المليم والسحتوت والنكلة والقرش والايه الكلام ده؟ دي عملات مصر زمان كنا بنسمع عنها، ويمكن حضرنا جزء منها. لما كنت وانا صغير كنت انزل اجيب مثلا حاجة حلوة ب5 مليم تعريفة. فالان مفيش الكلام ده. دلوقتي ممكن الولد يقول لباباه، يقول له طب اديني بابا اديني 10 جنيه. يا ابني 10 جنيه خد 5. ايه 5 جنيه و10 جنيه بقى المصروف دلوقتي اللي ممكن تشتري بيها حاجات بسيطة جدا. يقال زمان ان انت لما يكون معاك قرش ساك اللي هي 10 مليم ممكن تشتري حاجات كتيرة جدا، وممكن تأجر عجلة، وممكن تتفسح بالقرش ساك. عملات زمان وعملات الآن. عايزين نعرف تاريخ العملة، وايه السحتوت وايه النكلة وايه المليم والقرش بتاع زمان ده اللي كان بيشتري حاجات كتيرة جدا. سيبني في هذه الحلقة التي هي بعنوان عملات زمان وعملات الآن، أو العملات بين الماضي والحاضر. وسيبني في هذه الحلقة أن يكون معي ضيفنا الكريم الدكتور رأفت أحمد الخمساوي، مدير عام نادي التاج الملكي للهوايات والباحث في التراث القديم، اللي برحب بيه في استوديو قناة الصحة جمال. أنا بحب اهلا وسهلا. من المقدمة بتاعتي بقى، كان زمان الكلام اللي هو اللذيذ قوي ده، مش هو يقول لك جدا، يقول لك نكلة. ايه نكلة دي؟ مليم. ايه المليم ده؟ طب التعريفة. حضرتك ما تذكرش اغنيه فيروز معانا ريال معانا ريال؟ لا بتتمنى حضرت دي الكثير من الامنيات الحالمه، وبعدين وقع منها في الاخر في البلاعة. طيب خلينا نرجع بقى للماضي. نرجع اعرف عمله بلدك يا ريت. اعرف البدايه، بدايه الطبع العمله او سك العمله في مصر ابتدت ازاي؟ هو عامة النقود معروفة هي نوع من المبادلة المباشرة ما بين الشعوب وبعضها، ما بين أفراد بعضهم. كان قديم بيتم التبادل الإنساني البدائي عن طريق الحبوب والغلال والمقايضة ما بين أشياء بأشياء أخرى، ولكن كانت هذه الأشياء تجور بالظلم على البعض. يعني مثلا لا يجوز أن يصح أن يقايد فلاح مزارع ببقرة قصاد مثلا خروف، فهنا في ظلم طبعا. فكلما تقدم الإنسان وحاول أن يكون في البيئة الموجود فيها أن هو يشوف رؤية أخرى للتعامل والتبادل النقدي، بيشوف إيه الطريقة المثلى اللي بدل بيها، وياخد وحدة تعادل اللي هتاخده من حاجات تانية. بمعنى آخر، كيلة غلال مثلا بتساويها مثلا كيلتين عدس، كيلة مثلا فول بيساويها مثلا قصادها كيلة رز، وهكذا لغاية ما يشوف القيمة اللي هي تتوزن تبقى دي قد دي، ما يبقاش مثلا حاجة سعرها غالي جدا مقابل أشياء سعرها رخيص، وفي الآخر التاجر ممكن هو اللي يخسر. فبدأت الإرهاصات الأولى في صك العملة عندنا في مصر في عهد محمد علي. كان في قبل كده الدراهم الإسلامية والعصر العباسي والعصر الأموي والعصر الإخشيدي، وكان قبلها العصر الفرعوني القديم. ولكن احنا خلينا نتكلم على تراثنا الحقيقي اللي هو في عهد محمد علي أو مصر الحديثة، باني مصر الحديثة. محمد علي لما مسك الحكم سنة 1805 حب يشوف الضرب خانة، وبالنسبة للعملات اللي هتصدر في ايه بقى الضرب خانة؟ يعني ايه الضرب خانة؟ الضرب خانة اي حاجة كان بتطلق عليها مثلا عرب خانة، أجزة خانة. هي مصطلح يرجع للحاجات العثماني اكتر، اللي هو الخانة. بالظبط. الخانة يعتبر دكان او مثلا محل. بالظبط. فهي يقول لك مثلا ايه الضرب خانة، هي اللي كانت تختص بصك النقود التي يتم التداول فيها عن طريق الافراد ما بينها وبين الحكومة، التي هي اصبحت الان سك العملة، مصلحة سك العملة. بالظبط كده، استعيد بيها عن طريق مصلحة سك العملة، المنوط لها من خلال القرارات الوزارية ان تقوم بصك كافة العملات المعدنية والفضية والبرونزية والذهبية وهكذا. تمام. ولها منوط ايضا ان تقوم بصك العملات الخاصة بالمناسبات المختلفة. خلينا نقول معلومة للاجيال، اعرف عملة بلدك ان هذه العملات هي تاريخ موثق مسكوك، او تاريخ موثق مرسوم من خلال العملات الورقية.
اذا في عهد محمد علي كان بيتم التعامل بالذهب والفضه، الذهب والفضة، وكان بتصدر فيه الكثير من العملات في الوقت ذلك. وكان الجنيه المصري بتاعنا من ضمن الطرائف اللي المفروض الأجيال تعرفها كان بيساوي 1.3 من الجنيه الإنجليزي، يعني كان أقوى من الجنيه الإنجليزي. لذلك كانت مصر مستهدفة استهداف كامل من كافة المستعمرين للثروة المصرية اللي موجودة، سواء ثروة معدنية او الذهب او الفضة او الخيرات الخاصة بالحضارات المختلفة اللي كانت موجودة على ارض مصر. ويقال فيما بعد كمان بعد موضوع الانجليزي ده، الجنيه الانجليزي او 1.10 جنيه انجليزي، الدولار بيقول لك، يقال انا بسمع يعني يقال ان الجنيه المصري الواحد بيساوي 6-7 دولار بالظبط كده. يعني وكان ليه قوة طبعا كبيرة، كان ليه قوة ابراء. هنقول ليه قوة ابراء؟ دايما اي حد مننا من الاجيال القديمة بيحتفظ عن طريق الاسرة بعملات ورقية او عملات معدنية او فضية، فكان بيكتب على الورقة: اتعهد بان ادفع عند الطلب لحامل هذا السند مبلغ وقدره، اللي احنا بنقول عليه في الهواية الفيس فاليو، القيمة الاسمية الخاصة بالورقة. يعني فئة الربع جنيه 25 قرش، فئة النص جنيه 50 قرش، فئة الجنيه 100 قرش. كان مكتوب عليه كده؟ كان اتعهد بان ادفع هذه القيمة قيمة ذهبية، بمعنى قيمة ذهبية انك انت تروح تبدلها من عملة ذهبية. تروح تبدل في البنك الجنيه الذهب بجنيه ذهب. فطبعا لما لقينا الاحتياطي بتاعنا في فتره من فترات مع دخول الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، فابتدى الذهب يتناقص، فتم ايقاف التعامل بالمقايضه بالذهب. ومعنى كده انك انت بتقايض بالذهب انك انت رصيدك الذهبي كان بيغطي كافه الجوانب ومناحي الحياه. اذا كان عندك قوه ابراء، الزام لهذا الجنيه ان يصرف وله قوه واحكام وابراء للتعاملات المصريه. كان الناس غريبه عليها زي التعامل بعملات المعدن او الفضة او الورق، ولكن مع مرور الوقت تعرف حضرتك العملات فئة ال20 بارة، ال40 بارة، ال10 بارة، ال5 بارة. السحتوت اللي حضرتك بدأت بيه الاول، السحتوت ده كان قد ايه تقريبا؟ كان مليم. السحتوت كان يعني هو المليم بس السحتوت ده يمكن كانت لغة لغة مصر المحروسة قديما في المصطلحات. السحتوت اصغر حاجة مكتوب عليه كلمة واحد. طب كان بيشير ايه السحتوت ده معلش؟ ما هو حضرتك هو مش كان بيشتري، لا هو كان ليه قوة ابراء برضه للاشياء الصغيرة يعني. بس كان مكمل للعملات النقدية اللي كانت موجودة. انت عشان تشتري مجزئات ففي مثلا زي ما حضرتك دلوقتي تروح تقول لواحد فك لي 200 جنيه يقول لك والله معيش فك 200 جنيه. ده حقيقي. العكس ما يكون مثلا معاك مثلا 10 عشرينات، 20 10 40 5 وهكذا. فاذا حينما تحل هذه العملات النقديه يكون لك حريه التعامل بسلاسه، بحيث انك انت لا تزنق البائع ولا تزنق نفسك انت انك انت تقدرش تحصل على الشيء. فاصبح السحتوت ده احد اجزاء العملات الكبيره. تمام، مكمل. فاصدر الخديوي ساعتها فرمان للبنك الاهلي، عمل في مشاورات عن طريق آل سويرس في وقتها ان هم يعملوا بنك الاهلي المصري، ويكون راس ماله مقسم مثلا 500,000 جنيه استرليني، 250,000 مثلا 250,000 وكذا. فاصدر سنه 1899 اول جنيه مصري هو جنيه الجمالين. جنيه ايه؟ الجمالين. الرسومات بتاعته جنيه مرسوم عليها جنيه الجمالين، جنيه اللي هو بسنمين، جمل واقف وجمل نايم. كان برضو مكتوب عليه اتعهد برضو. كل العملات لغايه ما قبل الثوره كان يكتب عليها من اول الفئه ال 25 قبل سنه 52 قبل سنه 52 كان اتعهد بان ادفع كذا 1 جنيه اللي هو الجنيه بتاعه، لغايه كمان بعد الثوره بفترات، يعني لغايه مثلا 57 58 كان لازال التعهد مكتوب على كل العملات، الى ان تم مقال النقل لطباعه الورق عن طريق البنك المركزي، واصبح البنك الاهلي ليس له صفه الطباعه بالنسبه للورق. وعلى فكره احنا ورقنا كله كان بيطبع في انجلترا، كان بيطبع في انجلترا، ما كانش بيطبع بالظبط كده. وبعدين ثم بعد ذلك اول ما ابتدى الطباعه هنا في مصر كان امتى؟ سنه كان في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. ابتدى بقى البنك المركزي تقول له ولا الامر بقى الطباعه والبنك نوت وفي كان بيطبع منها في العام المساحه، وبعدين لقوا في اخطاء كثيره فابتدوا يرجعوا يطبعوا في الاخر بره. ولما صدر الجنيه كان غير مقبول ما بين العامه ان ازاي يتعاملوا بالجنيه الورقي المصري في وقتها. فكان في رفض تام، وانت عارف حضرتك اي شيء جديد بيقابل بالرفض السريع، لغايه ما واحده ابتدوا يدوا تعليمات للصيارفه ان هم يبتدوا يعملوا على ترويج هذه العملات، وفي نفس الوقت بيدي لك العلامات الموجوده في العمله عشان تبقى انت عارف مدى تزييف هذه العمله من اصليتها. لان اي عملات بتقابل
في كل عصر واوان في التزييف اكيد طبعا والتزوير أكيد. الى وقتنا الحالي، طبعا. سواء في العملات المعدنيه او الفضيه او البرونزيه او اي شيء بيتم التقليد. ولكن هذا التقليد بيبقى فيه نوع من الرداءة يستطيع الخبير ان يكتشفها. طبعا التقليد زمان هيبقى صعب جدا عن تقليد الان في كمبيوتر تقدر ان انت تقلد بالظبط بحرفيه كامله، ولكن هم فعلا ابتدوا ان هم يعملوا بعض العلامات المائيه اللي بتبقى موجوده في البنكنوت هو الورق بالظبط كده، ولكن يتم كشفها بسهوله. يعني في علامات خفيه لازم ترى بالالترا فايلت، الاشعه البنفسجيه، علامات فسفوريه ما حدش يشوفها. دلوقتي كمان في علامات اللي هي الشريط الفضي او الذهبي المماغل في كلمه ده صعب قوي وبيوصلوا له، ولكن بيوصلوا له برضه، ولكن هناك الملمس الطبيعي للورقه. بالظبط. بشوف في بعض الناس حتى اللي هم بتوع البنك يمسك لك العمله كده من هنا يروح عامل عليها كده بيشوفها هل هي ناعمه قوي سوفت قوي ولا في نوع من الخشونه عند مثلا البنك المصري المركزي بيبقى فيه بروز بسيط تحسه. دي ما تتقلدش بقى. لا ما تقولش يعني كمان في دلوقتي حاجه بيعملوها جميله جدا، ان هو بيكتب لك كلمه ال5 او ال10 او ال20 او ال50 او ال100 او ال200 بمهشره، لو حطيت عليها حضرتك طفله بتاعت السجاير دي تقدر تبان لك تبان قدامك ان هي ال100 مكتوبه، غير العلامه الفسفوريه اللي موجوده جوه في الورق كمان. ده المزور ما يقدرش يعملها لانها بتبقى مضغوطه وبارزه. وملمس الورق ده اهم حاجه. ملمس الورق. وبعدين في حاجه الناس ما تعرفهاش، انت تجيب حضرتك مسكت الورقه اللي هي العمله الورقيه وشدتها كده، شدتها بقى عده مرات، الاصليه عمرها ما تتقطع، لكن الثانيه ممكن تتقطع على طول طبعا. طبعا. فزود برضه عشان لو واحد جاله 200 جنيه مزوره ولا حاجه ما ياخدهاش كده لا هو حاجه هو التزوير موجود لانه آفة من آفات العصور. طبعا في كل زمان. حتى الشركه بيقول لك لكل شيء آفة من جنسه حتى الحديد. مصر فقط ده حتى البيئه الاوروبيه كمان هو المزور ده. حتى الشعر كمان طلع بيت الشعر لكل شيء آفة من جنسه حتى الحديد سطع عليه المبرد، الخير للشر الاصل للزيف، كل حاجه ليها ميزان القوه الحياتيه انك تقدر توزنها، تعرف ان كل حاجه الجمال للقبح الليل للنهار وهكذا. فطالما ان هناك تعاملات اذا هناك اخطاء، اذا هناك مزورين، اذا هناك محترفين، هناك شر وهناك خير. نعم تمام. طب حضرتك انت تفضلت وقلت ان اول عمله ورقيه كانت سنه 1999 كام 1899 اللي هي الجنيه. طب 50 قرشا و25 قرشا و10 قروش اللي هي ورق و5 قروش، كنت فاكر هي ال5 قروش اللي هي الورق. ابتدى الجنيه ثم تلاه بعد كده اللي هي عملات الاصغر فالاصغر. طيب خلينا نحدد في حاجه اسمها في الاصدار النقدي الورقي الاصدار الاول سنه 1899 اللي هو بعد اصدار البنك بسنه على طول مباشره. بعد التشريع ان يتم طباعه الورق النقدي، فصدر كل الاصدارات الاولانيه فئه النص جنيه وفئه الجنيه، اول حاجه الجنيه وبعد كده ال5 وال10 وال50 وال100. ده اسمه الاصدار الاول سنه 1899. هناك ما هو تم تداوله بالفعل، وهناك ما هو لم يصدر كتداول كتجارب سبيسمن، حاجه اللي هي العملات الاقل، العملات الاكبر، العملات 100 جنيه و50 جنيه. جميل. طب ساعتها ما الاقل، طب انا ممكن 1 جنيه ده كان بيشيل حاجات كتير جدا. افرض ده يشتري حاجه بسيطه ب5 قروش يعني ما كانش فيه العمله دي ساعتها. بالظبط. كان صدر في سنه 1916 و17 و18 في عهد حسين كامل، السلطان حسين كامل. النقد عندنا بينقسم الى قسمين. نقد ابراء ذمه كبير ونقد عملات ورقيه مساعده. ليه طلعوا عملات ورقيه مساعده؟ طلعوا عملات ورقيه مساعده بعض المنتجات بسيطه رخيصه. نعم. وتكثر هذه الاشياء ابان الحروب. لما يكون في حرب عالميه اولى، حرب عالميه ثانيه، حروب، فبيبتدي الطلب، ما عندكش انت قوه تقدر تطلع ورق نقدي كثير، وفي نفس الوقت مش تقدر تجزأ العملات الورقيه، فيعمل لك ايه؟ يعمل لك طباعه ورق نقدي مساعد فئه ال5 قروش او قروش. وعلى فكره كلمه مصطلح قرش او غرش، او في اولاد بحري مثلا يقول لك قرش، او في وجه ابل يقول لك الجرش، فدي مصطلح موجود اللي هو القرش صاغ، اللي هو اللي بيتم التعامل معاه، اللي هو ابراء لذمه النقديه المساعده الصغيره. تمام. احنا عندنا تعالى بقى كمجموعات نقديه معدنيه. في عندنا السلطان حسين كامل لما تولى الحكم صدرته سنه 16 وسنه 17 اصدارات نقديه من النص مليم حتى ال20 قرش. نص مليم؟ من نص مليم اللي هو البرونزه الصغيره، بيقول عليها برونزه نص مليم. دي اول مره اسمعها. البرونزه نص مليم صدرت في عهد السلطان حسين كامل سنه 17.
وصدرت ليه بعد كده عملات مساعدة اخرى، المليم المخروم، ثم القرشين المخروم او ال2 مليم اسف المخروم، وبعد كده ال5 مليمات المخرومة، ثم ال10 مليمات المخرومة، ثم بعد ذلك القرشان الفضة، ثم ال5 قروش الفضة، ال10 قروش فضة، ال20 قرش فضة اللي هي كان اكبر عملة. الريال بتاع فيروز ده بالظبط، معانا ريال معانا ريال. حتى ساعتها كان مكتوب سلطان حسين كامل في الوش باللغة بخط الثلث، وفي الظهر اللي هي كلمة السلطنة المصرية، والعملة تكتب بالانجليزي او بالعربي. تمام. مين من الملوك او الرؤساء اللي ابتدى يحط صورته على البنكنوت الورق؟ اول ما تولى الحكم السلطان فؤاد، وهندخل في احد طرائف الحاجة اللي احنا بنتكلم فيها. طرائف العملات. السلطان فؤاد لما مسك السلطنة المصرية سنة 20 بعد السلطان حسين كامل كان اسمه السلطان فؤاد، فطبعوا له فئة القرشين السلطان فؤاد وال5 قروش وال10 قروش، وكان هناك ارهاصات اولية ان يكون هناك صك لل20 قرش اللي هي السلطان فؤاد. ودي على فكرة من انظر العملات المعدنية اللي موجودة في مصر، لان هذه القطعة لم يصك منها الا القليل، عدد معروف يعني تتضارب الروايات ما بين 12 و4 قطع، ولكن في النهاية هي عدد قليل. لما عرضت عليه كان تولى المملكة المصرية، وكانت المملكة اشمل واعم من السلطنة المصرية في ذلك الوقت. لما جم طبعوا له ريال بتاع المملكة المصرية، فصكوا له عملات معدنية وفضية وبرونزية عليها الصورة بتاعته. يبقى الملك فؤاد هو اول من صدر له عملات معدنية برونزية ذهبية فضية عليها صورته. ومن عجائب المصكوكات الخاصة بالملك فؤاد ان هتلاقي حضرتك الرسم الموجود عليه حاجتين، رسم بيبص يمين ورسم بيبص شمال. احنا بنقول عليه باللبس التشريفة اللي هو بالسيف والبدلة والكتافات والنياشين والأوسمة، وجزء ملكي اللي هو بيبص الناحية اليمين، وده كان بالبدلة الملكي عشان كده بيقول عليه الملكي. فصدر له ايضا النص مليم والمليم وال2 مليم وال5 مليم وال2.5 مليم وال10 مليم معدن وكوبر نيكل، وبعد كده النص فرنك الفضة وال5 صاغ الفضة وال10 صاغ الفضة، بعد كده الريال اللي هو اكبر حاجة موجودة. تمام. وكان الريال 28 جرام، ال10 قروش 14 جرام، وتقل هذه النسب كلما نزلنا الى العملات الاقل. استاذ سيدنا نطلع فاصل وبعدين نرجع مرة ثانية. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل باذن الله. يمكنكم الآن التواصل مع قناة الصحة والجمال ومتابعة كل ما هو جديد في عالم الصحة والجمال من خلال الموقع الرسمي للقناة www.صحة.tv، ومشاهدة البث الحي والمباشر للقناة على الإنترنت، ومعرفة أهم وأحدث الأخبار الطبية والصحية، ومتابعة كل ما يهم صحة وجمال المرأة والأسرة والطفل من خلال الاستشارات الطبية والصحية التي يقدمها نخبة من المتخصصين في جميع التخصصات. ولمزيد من التواصل نوفر لكم مشاهدة جميع برامج القناة ومتابعة أهم ما فيها على صفحة القناة على اليوتيوب الصحة شانل، ونفتح مجالات وموضوعات جديدة للنقاش للمشاركة ببرامج القناة من خلال صفحة القناة الرسمية على الفيسبوك الصحة شانل، وعلى تويتر الصحة شانل. قناة الصحة والجمال، لون جديد للحياة. وعلى الإنترنت هاشتاج قناة الصحة والجمال. الصحة والجمال تملاك الحب بيتك، في الصحة والجمال تلقى دكتور في بيتك. افتح لي الصحة والجمال وانت تشوف العجب، ربك هو شاف المريض بس احنا مع جمال الصحة. الطب قال
الفايدة في صحة الجمال لا جاي ينفع ولا حتى مال لو دخل الهم بيتها في الصحة والجمال تلقى دكتور في بيتك افتح لي الصحة والجمال وانت تشوف العجب ربك هو الشافي المعين بس احنا معاك في قناتنا كل جديد وحديث في الطب والدواء وبرامج توعية واستشارات وعيادة على الهواء تفتح ليكم باب الأمل وتحارب الجهل والدجل اسأل يلا من غير خجل ما هو بيتنا هو بيتنا في الصحة والجمال تلقى دكتور في بيتك الصحة والجمال مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد الفاصل، واحب ان انا ارحب مره اخرى بضيفي الكريم دكتور رأفت احمد الخمساوي الباحث في التراث القديم، وبنتكلم عن عملات زمان وعملات الان. برحب بحضرتك مره ثانيه. شكرا. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن طرائف العملات وعن اول حد ابتدى ان هو يضع صورته على العمله. احنا كنا بنتكلم قبل الفصل على ان الملك فؤاد اول ما وضعت صورته على العملات الفضيه والمعدنيه والبرونزيه وايضا الذهبيه، بالاضافه الى ان بعد ذلك حينما تولى الملك فاروق تم وضع العملات الورقيه ضمن الاشياء المصوريه. ولكن هناك طرفه غريبه الشكل اللي هو جيني طلع عليه صوره عبد اسمه عبد ادريس او السايس او الفلاح المصري اللي بالعمامه، ده جينا سنه 1926. كان هذا العبد او هذا السايس او هذه الشخصيه قد تنبأت للسلطان فؤاد انذاك حينما كان سلطانا انه سيكون ملكا للبلاد، فاقسم الملك فؤاد او السلطان فؤاد والله لو صدقت رؤياك سوف اخلدك على مر الزمان والتاريخ. هذه الرؤيه المتعارف عليها ما بين الهواة جميعا يعني. ففعلا في خلال وقت قصير جدا تولى المنصب فأوفى بعهده راح مطلع رابع جنيه مصري ورقي عليه صورة هذا العبد، كان باللون الأخضر، في الظهر فيه اللون البنفسجي وبعض الحاجات التاريخية القديمة اللي هي سواء مبنى أو مقابر أو مساجد قديمة. تمام. ومن طرائف هذا الجنيه ان استمر تقريبا 10 طبعات مختلفة. احنا عندنا عشان نعرف الاجيال ساعات ممكن يقول لك ايه الرقم اللي جنب العملة، يعني في الرقم السيريال نمبر اللي هو مثلا من 1 لغايه مليون يبقى على اليمين وعلى الشمال. بالظبط. في السيريال نمبر اللي هو انا باجي اطبع مثلا مجموعه ارقام، المطبعه بتبقى ماشيه بالتسلسل من 1 ل 100 من 101 ل 200 وهكذا لغايه مثلا ما يقرب من المليون. وفي حاجه اسمها البريفكس اللي هو الحرف بتاع القيمه النقديه الورقيه بالاضافه الى رقم تابع ليها. يعني ايه تابع رقميه؟ يعني نطبع 200 جنيه فبيدينا مثلا حرف ليه، فبتاخد ايه واحد، خلص اللي واحد يدخل عليه اثنين لغايه ما يفضل متسلسل في العملات لغايه ما مثلا ليها 50 ليه 100 ليه 120 وهكذا. وكل عمله ليها حرف مختلف. يعني لو قلنا مثلا ربع جنيه الورقي كان الصاد، تمام، وبعد كده كان النص جنيه حرف الغين والجنيه لام اللي هو الحديث، وقبل منه مثلا كان حرف الدال وحرف الخاء وحرف الحاء وحرف الكاف وهكذا. فهذا البريفكس هو بيمثل عدد الإصدارات التي تم إصدارها منذ تولي المحافظ إلى أن انتهى عنه المحافظ وتولى بعده محافظ آخر. فصدر هذا الجنيه لمدة 10 طبعات مختلفة من جي 1 لجي 10، وبعد كده كمل وراه الجنيه الإنجليزي اللي هو الشائع في ذلك الفترة، لأنه أخذ فترة كبيرة جدا في الطباعة. اللي كان مكتوب عليه برضك انا اتقعد ادفع عشان كان في استعمار انجليزي. نعم. وفضل 110 طبعه مختلفه. تمام. وكان كل المحافظين من اول إلوين برمل ورولت وهكذا حتى ما قبل الثوره وبعد الثوره بحاجات قليله كان كلهم محافظين اجانب.
مثل نيكسون ونورمان نيكسون وتوقعاته الصغيرة والكبيرة والبولد العريضة واللارج وهكذا، مثلا هورنس باي، مثلا ليثروس وهكذا، إلى أن تم التوقيع من قبل البنك الأهلي على محافظين مصريين محمد أمين فكري وأحمد زكي سعد وعبد الحكيم الرفاعي وأحمد زندو ومحمد عبد الفتاح إبراهيم وكذا. فالملك فاروق من ضمن نوادره إن سكت جميع عملاته من النص مليم لغاية ال5 جنيه الذهب، فيما عدا المليم المخروم فقط لا غير لم يتم وضع صورته عليها خالص. ده ما اتحطش صورته عليها خالص. ووضعت جميع الصور الخاصة بالملك فاروق من اول عملة ورقية 5 قروش وال10 قروش لم توضع على 25 قرش، ولم توضع على نص جنيه، وضعت على الجنيه، وضعت على 5 جنيه، لم توضع على 10 جنيه، وضعت على 50 جنيه، ثم ال100 جنيه التي تم الغائها في عهد زعيم الراحل جمال عبد الناصر لما كان بيتم فيه تهريب نقد ورقي للفئات الكبيرة. هي لغيت او الغيت ما بين الناس عشان تهريب الفلوس، لكن ليها قوة ابراء ما بين اللي هو اقوى من قيمتها الاسمية، اللي هي القيمة الاسمية اللي موجودة على الورقة ال100 جنيه. اكيد طبعا. تمام. وفي نفس الوقت هناك مقتنيات خاصة انك لازم تحفظ هذه العملات. ممكن يكون عندك مجموعة عملات مهملة في درج، في حصالة، في علبة قديمة، في علبة ازاز، علبة صفيح، وانت لا تدري ما قيمتها. يقال ان هو مثلا معاه عملة قديمة جدا ممكن تتباع بآلاف مثلا، بآلاف مئات، او عشان تعتبر من التراث وحاجة قديمة وحاجة نادرة، تعتبر حاجة من النوادر. لما يكون معاك جنيه قديم قوي سنة 1800 مثلا 98 واحنا 2016 النهارده، فممكن الجنيه ده يتباع بآلاف. بس خلينا نصحح معلومة للسادة المشاهدين، ان هناك فرق ما بين الديكريت المؤرخ بإنشاء البنك الآسف 1898 وبين تاريخ إصدار العملة. تاريخ إصدار العملة يكتب في جانب من الجانب، يا إما الشمال أو اليمين، يا إما أعلى أو أسفل. تمام. عشان الناس ممكن لك أنا عندي جنيه من 1898، هو ده اللي مكتوب فوق هو الديكريت المؤرخ من الباب العالي السلطاني إن يتم إبراء ذمة هذا الجنيه أو ال5 جنيهات 10 جنيهات بقيمتها ذهب، أتعهد أن أدفع عند الطلب لحامل هذا السند ما بلغ القدر وكذا، بموجب الديكريت المؤرخ في جونيو أو يونيو سنة 1898. فإذا أنت ما عندكش عملات 1898، أول عملات 1899 وبعد ذلك كلما نزلت إلى أصغر فئة. فصدر الجنيه ثم بعد كده الربع جنيه، ما صدرش في الإصدارات الأولى، صدر في سنة 14. وبعد كده النص جنيه صدر إصدار أبو الهول في النص، وبعد كده أبو الهول في الجنب، وبعد كده صدر توت عنخمون. ابتدت آثارنا الفرعونية أو الآثار حتى الإسلامية أو القبطية تبتدي على النقود بدل بقى صور الزعماء في العصر اللي هو الحديث. طب لما واحد مثلا كان في نرفزه فقطع مثلا 200 جنيه، قطعها نصين وحطها في جيبه، فالنص راح، فابتدى ان هو يبقى معاه نص فقط ال 200 جنيه. لما بيروح البنك المركزي ويقول لهم يا جماعه انا معايا نص الفئه دي يعني، فهم بيدوا له 100 جنيه، نص القيمة. ده متعرف عليه بنكيا، متعرف عليه بنكيا تماما، لان ممكن فعلا يلاقي النص الثاني ويروح يبقى كده خد 400 جنيه مش بالظبط كده. لكن هو بتبقى بالخسارة على البنك، بتبقى بالخسارة على البنك طبعا. فلازم حتى لو قطعت الورقة 60 قطعة. وليه البنك المركزي هو المنوط فقط بتغيير العملات دي لو كانت عملات متهالكة او عملات مقطوعة؟ هناك ما يسمى المحرقة. هذه المحرقة على الافراد. لا، هي كانت قبل كده كانت خارج البنك المركزي. لا الان هناك مفرمة. الاول كان محرقة كان يحرق فيها الاموال الحاجات بالشويلة تتحط في المحرقة دي ويتم اعدامها تماما. دلوقتي بقى المفرمة بتتفرم وعاد تصنيعها مرة. لا مفرمة تتفرم يعني. تتفرم ان هي ما تبقاش ليها اي استخدام خالص ما بين الجمهور. واحنا بندعو المشاهدين احنا كمان عملتنا دي سفير لدولتك طبعا، حافظ عليها. مفيش داعي بقى تكتب مثلا رسالة حب عليها، رسالة حب او ذكريات عليها، او مثلا للايام الهباب والزحف على التراب لا بص تخيل كان في برضه من الطرائف على حاجه برضه كنا بنتكلم قبل هوا عن طرائف العملات. ففي واحد كاتب لخطيبته او حبيبته مديها في عيد ميلادها 200 جنيه تمام جديده كده، الى حبيبتي فلانة الفلانيه اهدي لك بمناسبه عيد ميلادك. تمام. فالمفروض ان هي تحتفظ بهذه العمله، ده تذكار. فالمهم لفت الايام وسنه كده ورجعت له تاني العمله دي، واخد بالك، عارف ان هو ايه صراحه دي بتبقى بطريقه فعلا. انسحب بساط الوقت من تحت اقدامنا سريعا،
واشكر حضرتك طبعا على وجودك معايا، شكراً. وشكرا على تلك المعلومات القيمه السريعه. شكرا. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقه لا يسعني ان اشكر الدكتور رأفت احمد الخمساوي مدير عام نادي التاج الملكي للهوايات والباحث في التراث القديم. اشكركم ايضا على حسن المتابعه. ان شاء الله انتظروني السبت القادم الساعه 5 وبرنامج والله زمان مع اطيب امنياتي وارق تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.